ده ضرب نار بجد، وهزعل ناس كتير مننا كده يا عماد. دعوة عامة بدون لوكيشن. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. عايزين نقول اسم المحل إيه بقى النهاردة؟ اسمه سيكريت سيلفر. تمام. احنا بنقدم فضة طبعا، واضح ان هو من اسم المحل. الافتتاح إمتى؟ الافتتاح يوم الخميس 1 يناير 2026. دعوة عامة دعوة عامة للمعادي للمعادي في والتجمع. زهراء المعادي والتجمع واهالي التجمع واهالي زهراء المعادي واهالي المعادي كلهم ان شاء الله يشرفونا. يا ريت تشرفونا، وهنستناكم في أصل الحكاية يوم الخميس. خليك معايا. قولها بفضة في أصل الحكاية. سيكريت سيلفر من جوه المعادي. النهارده احنا الافتتاح بتاعنا سيكريت سيلفر في 1 شارع 50 في زهراء المعادي. ان شاء الله ده اول فرع لينا. احنا بيشرفنا طبعا ان احنا ندعو اهالي زهراء المعادي واهالي المعادي واهالي التجمع كلهم اهلا وسهلا بكل الناس، ويشرفونا. وان شاء الله في مفاجآت وعروض حصريه وخصومات كبيره جدا جدا على المصنعيات وعلى السبائك وعلى كل حاجه ان شاء الله. شرفونا ومنتظرينكم، وقولها بفضل. يوم الخميس في أصل الحكاية. خليك معايا. وفي بداية حلقتنا دايما زي ما اتعودنا السيرة الذاتية للضيف. عايزين نعرف بقى مين هشام؟ بدأت المجال ازاي؟ ايه دخلك في الفضة؟ أصل الحكاية كانت بدايتي مع الأحجار. عالم الأحجار عالم كبير جدا جدا. دخلت فيه وتمكنت منه، وبعدين حبيت قوي قوي إن أنا أحط الحجر على موديل فضة. الهدف إن أنا كنت أرتقي بشكل الفضة وبشكل الموديل الفضة وبشكل الحجر على الإيد أو على في الأكسسوارز عموما يعني. الحمد لله بقى عندي حلم إن أنا أعمل براند باسم سيكريت، وابتدينا فعلا نعمل الكلام ده الحمد لله، من موديلات متميزه، من افكار متميزه. هدفي الاساسي ان احنا نغير فكر الناس عن الفضه كفضه، كاكسسوري، كاستثمار، حتى في القطع اللي بيشتروها. وطالما حاجتنا بيبقى شغلنا احنا تحديدا بيبقى عليه كمان ان شاء الله، في البيع بيبقى عليه حاجه. عاملين خطه ان هو يبقى في كاش باك على البيع بتاعنا ان شاء الله في الريسيل كمان. طب تفتكر بقى ان انت كنت فتحت سنة كام؟ 2013 انا ابتديت في موضوع الاحجار، 2015 ابتديت في الفضه، ومن 2015 لحد النهارده احنا شغالين في الفضه في التصنيع. عندنا ورشتنا وعندنا ورشنا وعندنا مصانعنا وعندنا شغلنا وعندنا العده بتاعتنا بالكامل، كل معداتنا اللي ممكن تتخيلها، من افران، من سبك، من ليزر، من كل حاجه موجوده عندنا. طب ممكن برضو نعرف العملاء فين مكان التصنيع؟ التصنيع في الصاغه في الحسين، في خانه بطاقيه، بس هو طبعا مكان طبعا سر سيكريت. مكان سيكريت طبعا. طب وعايزين نختم بالنسبة للمحل هنا. مين الشركاء معاك؟ معايا شريك واحد هو الاستاذ حسام رجب، استشاري حسابات، وهو راجل محاسب، وهو المسؤول عن الحسابات وعن عن كل ما يخص الحسابات في البراند يعني. هنبدأ يوم الخميس ستارت 2026. ايه الخطة اللي انت مجهزها للسيكريت قدام؟ ان شاء الله احنا في خلال السنه، اول سنه هنبقى متواجدين في زهراء المعادي. تاني سنه باذن الله عندنا حلم كده ان احنا نفتح في ديستريكت 5، وان شاء الله هنكون متواجدين في الساحل برضو الصيف الجاي. دي الخطه يعني، وان شاء الله 3-4 فروع كده في خلال سنتين ان شاء الله. تجهيز للبراند الجديد. تجهيز البراند الجديد بالظبط كده. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا عماد. اصل الحكايه. خليك معايا. اشكرك جدا، شكرا. مع سيكريت سيلفر قولها بفضة. هو الفرق بين الفضه الاستليني والفضه الايطالي والفضه المصري هي مجرد مسميات. الفضه فضه، مفيش حاجه اسمها فضه استليني، فضه ايطالي، فضه مستورده. هو كل الفضه انواع واحده، هي الفرق في العيار لا اكتر ولا اقل. الفضه الاستليني لما بنقولها معناها ان دي فضه 925 كويس. الفضه الايطالي معناها ان ده موديل ايطالي، موديل شيك، موديل فينش عالي، موديل كده بس مش اكتر. الفضه المصري هي فضه، في الاخر هي فضه. الثلاث تسعات هم الثلاث تسعات، ال 925 او 925. احنا هنا في مصر الحمد لله وصلنا بالفينش، وصلنا بمستوى الفضه، ومستوى ان انت تخلي الفضه من عيار الثلاث تسعات لعيار 925 في مستوى عالي جدا جدا جدا. والحمد لله احنا النهارده بننافس المستوى الايطالي، وبننافس المستوى التركي، وبننافس كمان المستوى الاسترليني في كل العيارات الحمد لله. هل بقى في فرق في المصنعيات؟ الفرق في المصنعيات على حسب انت بتعمل ايه. هل هي فضه انت بتصنع شغل يدوي،
ولا بتصنع شغل سبك ولا بتصنع شغل نشر ولا بتصنع شغل ليزر، على حسب الصنعه. انت بتقدم صنعه من نوعها ايه؟ هل انت بتعمل مثلا خاتم شغله يدوي فده ليه مصنعيه لوحده؟ هل انت بتعمله سبك فده ليه مراحل انتاج وليه مصنعيه لوحده؟ هل انت بتعمل مثلا قطعه 2 دي فهي محتاجه نشر مثلا او كده، فده بيبقى ليه مصنعيه وشغل على حسب القطعه. بالنسبه للفضه المستورده، يعني ليها دمغه ولا ملهاش دمغه؟ ليها دمغه مستورده ودمغه مصريه طبعا، لازم بتدمغ يعني عليها دمغتين. لازم يبقى عليها دمغتين اكيد. طيب تحب تقول ايه للعملاء او تنصحهم بايه؟ انصح العملاء بايه؟ بص، هو كل الناس بتبيع الفضه على انها 925، كل الناس بتبيع الفضه على كده. في ناس فعليا يعني، ودي معلومه للسوق كله، يعني ان الناس اللي بتشتغل في الشغل اليدوي، سواء اذا كنت انا او غيري من صناع الشغل اليدوي، كلنا بنشتغل في عيار اعلى من 925 عشان طراوه الفضه، عشان يبقى الفضه نفسها اني تبقى احسن طريه. 925 طبعا ولا 3 ساعات؟ الثلاث ساعات ده عيار بيور، يعني دي فضه بيور، سبايك. سبايك او خام بتشتغل بيه او كده. انما 925 950 اللي اقل من كده، كل العيارات ديت علشان يبقى الفضه متينه ناشفه، لان الفضه ككثافه معدن كثافته اقل من كثافه الذهب، فبالتالي هو معدن طري مش معدن ناشف. كويس، فبننشفه بايه؟ بنوصله لعيار اقل شويه 925. يعني ميداليات مثلا، لو دورنا على الميداليات في السوق المصري كلها ويمكن في العالم كله، مش هنلاقي فيه ميداليه او الجنيه الفضه مش هنلاقيه 925، لازم هنلاقيه عيار اقل من كده، ممكن يبقى في 850 كمان. ليه؟ علشان يبقى قوي وناشف بيستحمل الزمن والوقت والشغل. في حاجه بس هنا انا احب اقول لك عليها، اتفضل. ان ليه الفضه بتسود؟ ليه بقى بتاكسد؟ ليه بتاكسد؟ ليه ما في فضه بتاكسد وفي فضه ما بتاكسدش؟ هل ده معناه ان نوع الفضه سيء او العيار واطي او كده؟ لا، الفضه ما بتاكسدش مع الهواء، بس الفضه فيها ميزه ان هي بتسحب كل املاح الجسم من الجسم. يعني انت لابس قطعه يا جماعه فضة، دي معلومه كويسه جدا، ركزوا معانا في المعلومه دي. يعني انت يعني انت بتلبس قطعه فضه، لو لبست خاتم او دبله او وات ايفر اللي انت لابسه من فضه، او حتى السلسله، لما مع الوقت ومع الاملاح بتلاقي فيه سواد مكان السلسله، تمام. مكان الخاتم. ده مش اكسده، دي املاح اتسحبت من جسمك. فميزه الفضه ان هي بتسحب الاملاح من الجسم، فبالتالي الفضه لما بتسحب الاملاح من الجسم هتتاكسد وتسود. الدهب ما بيعملش كده، فعشان كده الدهب محافظ على بريقه العمر كله. كويس، فنحافظ على النقطه ديت ازاي؟ بسيطه خالص، ان احنا بس كل ما في الامر ان احنا نستعمل منديل من بتاع النضارات، وكل يوم قبل ما نلبس نلمعها وخلاص على كده. يعني الفضه مش محتاجه اكتر من ان انت تهتم تمام، بس مش اكتر. قولها فضه، خليك معايا في اصل الحكايه. وزي ما اتعودنا دايما فقره ضرب نار، معايا كارت في سؤال الضيف هيقراه، لو قادر يواجه هيكمل ويقراه، طب لو مش عايز هيمسك الكارت ويقفله. مستعد معايا؟ صحيح. اتفضل. عماد، اسئلتك صعبه. انت فقره لازم. انت هتمشي معايا على الاسئله دي كل فقره ولا ايه؟ لا، ما كده مش هي هينفع. فقره ضرب نار لازم. ده ضرب نار بجد، وهزعل ناس كتير مننا كده يا عماد. طب يا عماد، انا هجاوبك على السؤال ده. هي الفضه بتخس مع الوقت في حاله واحده بس، لو الفضه عملت رجيم بس. هي دي الحاله الوحيده اللي ممكن فيها الفضه تخس، مع انها حتى لو عملت رجيم مش هتخس. لا، هتخس ازاي يعني؟ ايه السبب او الداعي اللي يخليها تخس؟ ده بالعكس، انت ممكن مع الوقت، مع الاكسده، مع الحاجات اللي انت اللي بتكون موجوده على الفضه ديت، وزنها يزيد ملالي ما يخسش ملالي. فالخسيه والزياده ديت في المعدن حاجه ملهاش معنى، الا اذا بقى انت مسكت مبرد وقعدت تبرد في المعدن، فاكيد هيخس، لكن هيخس تلقائي كده من غير اي حاجه. مفيش خسسان في مفيش خسسان لا مفيش. ده هيبقى رجيم قاسي قوي. هيبقى عشان تخسسها لازم تعمل لها رجيم، ورجيم قاسي جدا جدا جدا. طبعا في ناس كتير قوي نفسهم كده. قولها بفضه في اصل الحكايه، خليك معايا. وفي اصل الحكايه سؤال مهم جدا للضيف، هل نستثمر في الفضه ولا في الذهب؟ تستثمر في الفضه ولا في الذهب؟ السؤال ده سؤال مش سهل وسؤال صعب بصراحه. انت بتسال السؤال استثمارك في الفضه ولا في الذهب بناء على ايه؟ عن الاسعار، ان انت تستثمر ويعمل فرق سعر، ولا بتسال على ايه؟ اصل انا النهارده عشان اجيب كيلو فضه او كيلو ذهب، هيبقى المقابل قدامه في نفس القيمه كام كيلو فضه. لازم نحسبها كده مع الناس. كويس، هي فكره انت عايز ايه؟ كويس، عايز تحتفظ بايه عندك؟ في ناس تحب تحتفظ بالذهب، ده طبيعي. في ناس تحب تحتفظ بالفضه، ده برضه طبيعي. كويس، لكن هي الفرق في كميه الذهب. سعر الذهب غير سعر الفضه.
انهي اسرع بقى؟ السؤال هو الاحسن، انهي صعوده اسرع من الثاني؟ هل الذهب صعوده اسرع ولا الفضه هو اللي صعوده اسرع؟ لو جينا حسبنا من يوم مثلا النهارده 29 او النهارده مثلا احنا في 1/12 مثلا كويس 2024 كويس، كان سعر الذهب كام؟ كان سعر الذهب من حوالي 4800 جنيه او 5200 جنيه تقريبا كويس. كان سعر الفضه ساعتها كام؟ في الوقت ده كان سعر الفضه ساعتها كام؟ كان سعر الفضه ساعتها من حوالي من 60 ل 64 جنيه كويس. ده سعر جرام الفضه. طيب جرام الذهب عالي النهارده بقى ب 6000 وشويه كويس، يعني كسب حوالي 50% من قيمته تقريبا كويس. الفضه النهارده ب 130 جنيه، يعني كسبت اكتر من 100% من قيمتها. فالاستثمار في الفضه، انا شايف ان الاستثمار في الفضه ان انت لو عندك القدره انك تشيل كميه فضه، يعني مثلا تشيل لك 2 3 كيلو فضه بسعر نص كيلو ذهب، ده احسن لك بكتير لانك هتستفاد اكتر. سؤال ومفاجئ، هل نشجع الاستثمار في الفضه في السبائك ولا في المشغولات الفضه برضه؟ ده جديد بقى. المشغولات الفضه انت بتشتري مشغولات وبتبيعها بجرامها. يعني ايه بتبيعها بالجرام؟ يعني انا بشوف الجرام بتاعها قد ايه، في عيارها قد ايه، زي الدهب كويس، والسعر العادل ليك وليا وبنتعامل عليه. انما السبائك سعر ثابت بمصنعيه ثابته بعموله ثابته، طبعا سعر السبائك ارخص. انما مع سكرت بقى، ده الجديد عندنا، انت بتستثمر في منتجاتنا احنا، في منتجات سكرت اللي موجود عليها اللوجو بتاعنا، هي دي الاستثمار بتاعها يبقى زينه وخزينه في نفس الوقت. هتستثمر فيها لان عليها كاش باك اعلى من كاش باك السبائك كمان، وفي الريسيل بتاعك انا عاملها لك بطريقه ان انت ما تخسرش فيها حاجه، بالعكس انت هتكسب فيها كتير. يبقى هنقول فضه زينه وخزينه وقولها بفضه. وفي اصل الحكايه زي ما اتعودنا لازم نعرف من عميل خبر حصري. حصريا احنا عاملين 3 عروض. اول عرض الاول 50 عميل عندنا هياخدوا لمده سنه خصم 20% على المصنعيات. ده بالنسبه ليوم الافتتاح. ليوم الافتتاح بس طبعا. طيب. واول 10 عملاء عندي هياخدوا خصم من 20 ل 40%. وعلشان اصل الحكايه وعشان برنامج اصل الحكايه هنعمل بس الاصل الحكايه، والكود بتاع العرض ده بالذات هيبقى مرتبط ببرنامج اصل الحكايه، هيبقى اسمه الكود عماد 30. وليه 30؟ وليه 30؟ لان اول 10 فواتير عندي هياخدوا 30% ديسكاونت على المصنعيه. عماد كودك خصم 30%. عماد كودك يبقى خصم 30%، يبقى عماد 30. عماد 30. طب عايزين نعمل حاجه بقى جديده برضو نتميز بيها. جديده ونتميز بيها. نعمل اللي يعمل شير واللي يجيب لك سكرين شوت للشير ياخد خصم، ايه رايك؟ دي حاجه برضو عايزين نعملها عشان خاطر البرنامج برضو. طيب وهقول لك حاجه كمان هعملها علشان خاطر البرنامج كويس. احنا هنعمل حاجه للناس اللي هتشير وهتشير الفيديو اكتر من مره، او الناس اللي هتيجي تعمل من عندي فاتوره تجمع 500 نقطه وتاخد بيها سبيكه 5 جرام فضه. 5 جرام فضه؟ 5 جرام فضه. 5 جرام فضه هديه سبيكه على 500 نقطه، سواء اذا كان على الشير ودي هتتجمع وهتتعمل، او على احسن تعليق هيجي وافضل تعليق وافضل شير هيجي هنعمل عليه 5 جرام فضه. يا جماعه انا ما شفتش العرض ده قبل كده. 5 جرام هديه. 5 جرام ممكن تبقى سبيكه، ممكن تبقى سبيكه، وممكن تبقى اي منتج من عندنا. كمان. عجبك اي حاجه تعالى خدها بال5 جرام. امسك في العرض ده اوعى تسيبه. النهارده دوت سعر لمده 10 ايام من الافتتاح، وده عشان خاطر برنامج اصل الحكايه. ومعانا قولها بفضه دايما. قولها بفضه عماد 30. قولها بفضه شعارنا النهارده، وده اللي عايزين نعرفه. يعني ايه قولها بفضه؟ يعني ايه قولها بفضه؟ يعني تقدر تقول للي انت بتحبه انا بحبك بفضه، تقدر تقول لصاحبك شكرا بفضه، تقدر تقول لحماتك ان انت قدمتي لي بنتك الجميله ديت بفضه، تقدر تصنع الشكل اللي انت عايزه، تتخيل اي شكل انت عايزه وتصنعه من الفضه بتكلفه بسيطه جدا جدا، وتكون ذكرى تستمر، وتكون قطعه واحده مش كذا قطعه، مش قطعه مكرره، انت بتصنع قطعه منفرده، فهتقولها بحب، تقولها بفضه، تقولها للناس كلها بفضه. انا النهارده سعيد بالفضه. انا اسعد بيك والله يا عماد، وانا متشكر جدا للقاء الجميل الكبير ده. وفي اصل الحكايه زي ما اتعودنا
فقره سوق الذهب. حضرتك سمعت ايه عن سوق الذهب وايه رايك فيه؟ وهل مقارنه بالصاغه القديمه اللي في الجماليه وسوق الذهب اللي في مدينه العبور هي اصل الصاغه الحديثه دلوقتي، تحب تقول ايه؟ هو طبعا الاصل القديم في الصاغه القديمه ده ما فيش كلام، ولكن انا شايف ان المستقبل كله للمدن الجديده، والمستقبل هيكون اكبر في التجمع الجديد اللي معمول في العبور. انا شايف ان هو منظم اكتر، سهوله الوصول ليه هتبقى اسرع اسهل. ان انت بتدخل الصاغه انت عايز GPS خاص بيك عشان تخرج منها، ما تعرفش تخرج من الصاغه، صعب جدا يعني. وعشان توصل لمحل في الصاغه برضو صعب. متهيألي ان في العبور الجديده هيبقى الوضع احسن بكتير، هيبقى سهوله الوصول، هيبقى تنوع التجار، سواء اذا كان تجار جمله او تجار قطاعي او ورش او غيره. لو عايز تصنع حاجه هتعرف تصنعها بسهوله، لو عايز تشتري حاجه تشتريها بسهوله، لو عايز تشتري جمله تفتح محل هتلاقي كل التجمع ده. اعتقد ان هو هيبقى افضل ومستقبل اكبر من المستقبل من اللي كان موجود دلوقتي في الصاغه. الصاغه القديمه خلاص قفلت على سكانها. بالظبط. احنا النهارده في اصل الحكايه وسوق الذهب، اصل الصاغه الحديثه. وفي نهايه اللقاء زي ما اتعودنا دايما الضيف هو اللي بيختم الحلقه. عايزين بقى من حضرتك تختم لنا الحلقه. وفي النهايه انا بشكر عماد كودك في برنامج اصل الحكايه على المجهود الكبير اللي هو عامله معانا وعلى المستوى الراقي اللي هو قدمه بينا. شكرا يا عماد، شكرا يا جون، شكرا على كل حاجه انتوا قدمتوها لينا. وفي النهايه انتظرونا يوم الخميس القادم مع برنامج اصل الحكايه. عماد كودك كان معاكم، هشام البكري من سكر سيلفر. قولها بفضل. برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك كل يوم خميس.